على كريم نيفيا ومش هتصدقي النتيجة. هنعمل أجمد وصفتين هتشوفيهم في حياتك، هيحلولك مشاكل كتير جدا بتواجهك. لو عندك كريم نيفيا وعندك شابة يبقى انت عندك كنز في بيتك وانت ما تعرفيش. هتعملي بيهم حاجة بجد هتنبهري من نتائجه، هتغير حياتك 180 درجة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بإخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهارده حبايبي الغاليين جايبه لكم وصفه حلوه جدا، او بمعنى اصح طريقتين هتعمليهم وبصي هيغيروا حياتك حرفيا، هيحلوا لك مشكلتين انتي حاليا بتعاني منهم، وكلنا كستات بنعاني من المشكلتين دول. بجد وصفتين احلى من بعض، هتستخدميهم وهتشوفي منهم نتائج هايله. كنز في بيتك لو انت عندك كريم نيفيا، ولو ما عندكيش هتجري بسرعه تشتريه، لانه هيعمل لك اكبر واحلى وافخم حاجه هتستخدميها ومش هتقدري تستغني عنها. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امرا. الوصفتين اسهل من بعض ومش مكلفين خالص، ولا فيهم مكونات كتير ولا حاجه. هنبدا ان احنا نعمل اول وصفه معايا. واول وصفه معايا طبعا الاساسي معايا ان احنا هنحتاج كريم نيفيا، وهنبدا ان احنا ناخد من كريم نيفيا معلقه كبيره، معلقه كبيره من كريم نيفيا، وهنحطها بالشكل ده في الطبق بتاعي. بعد ما حطينا معلقه من كريم نيفيا هننزل عليه بمعلقه كبيره من زيت الزيتون الاصلي، وهنبدأ ان احنا ندوب كريم نيفيا في زيت الزيتون. هو مشكلة كريم نيفيا ان هو بيبقى سميك او تقيل شوية. هنبدأ ان احنا واحدة واحدة كده ندوب الكريم في الزيت. طبعا لما هتدوبي الكريم في الزيت هيبدأ يديكي قوام ناعم شوية او قوام طري شوية، وده اللي احنا محتاجينه، لان احنا مش عايزين يبقى قوامه ماسك شوية. هنبدأ ان احنا نقلبهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده. حتى انتي مش هتعملي حاجات يعني مش هتحطي كريم نيفيا كتير، لان احنا هناخد طبق تاني بعد ما هندوب الكريم بالشكل ده. هناخد طبق تاني وناخد من الكريم بتاعي معلقة صغيرة وهنحطها في الطبق التاني بالشكل ده، علشان المعلقة الصغيرة اللي احنا خدناها دي هنعمل بيها الوصفة التانية. تمام، يبقى احنا خلطنا معلقه كبيره من كريم نيفيا مع زيت الزيتون، اخدنا منهم معلقه صغيره تانية كده وركناها على جنب. ودي هنعمل بيها وصفه، ودي هنعمل بيها وصفه تانية. بعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل، هنبدا ان احنا نجيب ليمونه وهنبدا ان احنا نقسمها كده. تمام، وهنخرج بس البذر منها، احنا عايزين نص ليمونه فقط، وهنعصرها هنا. وهنبدأ ان احنا نقلب عصير الليمون مع الزيت ومع الكريم. الناس اللي بشرتها بتتحسس من الليمون هتقدري ان انتي تستبدليه بقشر الليمون. هنبدأ ان احنا نقلب كويس قوي بحيث ان احنا نحس ان الليمون اندمج مع الزيت ومع الكريم. انتي في الاول لما هتحطيه هتحسي ان هو فاصل، انما بعد كده لما هتقلبي هتحسيه ان هو اندمج تماما مع المكونات بتاعتي. بعد ما قلبناهم بالشكل ده حبايب قلبي، هتبدأي ان انتي تحطي عليهم معلقة كبيرة من الدقيق او الطحين، وهنبدأ برضو نقلب. هنحس ان المكونات بتاعتي بقت كريمي خالص زي ما انتي شايفة بالشكل ده.
هنيجي بقى لاخر مرحله في الوصفه الاولانيه، ان احنا هنجيب حجر الشبه. الشبه من الحاجات الرهيبه والكنز فعلا، اغلى من الذهب، والمفروض ان هو دايما يكون موجود معاكي. هتبداي ان انتي تاخدي الشبه، واحنا محتاجين شبه مطحونه. بتجيبيها بقى احجار وبتطحنيها انتي في البيت، او بتخلي العطار تاخديها منه مطحونه. هناخد من الشبه المطحونه ربع معلقه صغيره، وهنبدأ ان احنا نقلبها على الكريم بتاعي بالشكل ده. دي كانت وصفتنا الاولى. وصفتنا الاولى دي كنز رباني عظيم، هيخلي بشرتك ترجع شباب وترجع مراية. لو عندك تصبغات جلدية، عندك كلف، عندك نمش، عندك سواد، عندك بقع، عندك اسمرار، عندك تجاعيد، عندك خطوط، عندك جلد اسمر، عندك بشرتك مجهدة، هتبداي تدهني الكريم الرهيب ده على بشرتك يوميا قبل ما تنامي، وهتسيبيه لمدة نص ساعة، وبعدين هتغسلي بشرتك كويس جدا. استخدميه فقط لمدة 3 ايام. بتحداكي هتلاقي بشرتك اختلفت خالص، بياض ونعومة خيال. كمان هتحللي جميع مشاكل بشرتك. هتستخدميها لمدة 3 ايام وتفرجي على بياض وجمال بشرتك من اول استخدام. تمام. تعالوا بقى نعمل الوصفة التانية بتاعتي بمعلقة من كريم نيفيا وزيت الزيتون. يعني مش هتحتاجي ان انت تكرري نفس الخطوة الاولانية تاني. تمام. هنبدأ ننزل عليهم بمعلقة، بس ده بقى احنا هننزل عليهم بمعلقة كاملة صغيرة من الشبة المطحونة. معلقة كاملة صغيرة. في الوصفة الاولانية احنا حطينا ربع معلقة، في الوصفة التانية هنحط معلقة كاملة. وهنبدأ ان احنا نقلبها كويس قوي على زيت الزيتون والكريم لحد ما يتداخلوا كده مع بعض. بالنسبة للوصفة التانية بتقدري تكتري الكمية، انا عاملة كمية تجريبية، انما انتي بتعملي الكمية اللي تناسبك. وهنبدأ ان احنا نقلب كويس جدا لحد ما نحس ان الشبة اتقلبت كويس مع المكونات بتاعتي. بعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده حبايب قلبي، هنبدأ نجيب معجون أسنان، وأي نوع معجون أسنان متوفر عندك تقدري تستخدميه عادي جدا، أي نوع. هنبدأ ناخد معلقة صغيرة من معجون الأسنان، وهنبدأ إن احنا نقلبها على الشبة، وكمان على زيت الزيتون والكريم نيفيا. وبقى القوام زي ما انت شايفة كده كريمي خالص. بصوا الكريم الرهيب ده بقى هتستخدميه في ايه؟ الكريم الرهيب ده هتستخدميه في شد ترهلات بطنك وتخسيس وشد البطن الكبيرة والمترهلة، تخسيس الكرش وشد الدهون، وكمان شد الترهلات والكرمشة اللي بتكون في البطن. بتبداي تدهني الكريم السحري ده على اي منطقة في جسمك وفي بطنك فيها ترهلات او فيها سيلولايت او فيها دهون. هتبداي ان انت تعملي تدليك. على فكرة الكريم ده بيمتص الجلد بسرعة، يعني مش هتحسي ان انت دهنة على بطنك حاجة. هتبداي ان انت تدهني الكريم ده بحركات دائريه كده على بطنك، وهتسيبيه من بالليل لحد الصبح. طول الليل هيبقى على بطنك. لو مش هتقدري يبقى هتسيبيه ساعه وبعدين تغسلي مكانه. هتبداي تسيبيه واستخدميه برضو لمده 3 ايام وتفرجي على النتائج. يا رب اكون قدرت افيدكم. جربوها بجد تحفه. اشوفكم على خير والسلام.